ولفظ أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقت من الزعفران. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في حاد الأرواح مقارنا بين خلقة نساء الدنيا والحوريات ما نصه: فإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب، وجاءت الصور من أحسن الصور، فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك أي في الجنة. انتهى كلامه. الحوراء وما أدراك ما الحوراء، على رأسها خمار يغطيه، على رأسها خمار يغطيه، لم تتكشف ولم تتبرج، إنما خمار على رأسها يغطيه حتى لا تتكشف إلا لزوجها ولزوجها فقط، وهو نصيفها الذي هو خير من الدنيا وما فيها.